السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم الصحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة هو فن التعامل مع الزوج النرجسي، حيلة نفسية ستجعلك تتحكمي في التعامل مع الزوج النرجسي دون كلام، من غير ما تتكلمي، ومش هتعرفي انك انت تتحكمي مع الزوج النرجسي الا وانت فك تعلقك بيه. معنى كده ان احنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية فك التعلق بالنرجسي؟ لا، انا هتكلم عن اسباب التعلق بالنرجسي. ايه الاسباب اللي بتخليكي متعلقه بالنرجسي؟ زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدا الفيديو. لازم تعرفي ان اسباب تعلقك بالنرجسي هي نفس اسباب عدم ثقتك في نفسك، هي نفس اسباب غيرتك على النرجسي، هي نفس اسباب ان شعورك بالخوف والقلق والتوتر في علاقتك بالنرجسي، او خوفك وتوترك وقلقك من المستقبل هيكون ازاي. تمام؟ اذا عالجنا الاسباب دي وعرفناها كويس، اديناها وقتها، اديناها مساحتها، اعترفنا بيها، خلاص هنقدر ان احنا مش هنحل بس مجرد اسباب التعلق بالنرجسي، لا، انت هتحلي مواضيع كتيره بتؤلمك مع النرجسي: الغيره، خوفك من المستقبل، حديث النفس السلبي. ان الاسباب تعلقك بالنرجسي هي نفس اسباب اللي بتخليكي ضعيفه قصاد نفسك. تمام؟ فلو قدرنا ان احنا نفهم الاسباب دي كويس جدا ونستعرضها كويس جدا ونفهم الاسباب دي موديانا على فين اصلا، خلاص بالتالي كل حاجه هنقدر ان احنا نحللها كويس، وبالتالي مش هتبقى في مشكله اسمها النرجسي اصلا في حياتك. خلاص، اول سبب من اسباب تعلقك بالنرجسي اتهامات النرجسي، اشعارك بالذنب، اشعارك بالمسؤوليه، رمي المسؤوليه كلها عليكي. خلاص، النرجسي شايل ايده من كل حاجه، وانت كمان انت انسانه متعاطفه، فبالتالي انت عندك كرامه، عندك مشاعر، فبتقولي يلا مش مشكله، انا اعمل كل حاجه، المهم مش عايزه اتكلم معاه، انا مش عايزه اطلب منه حاجه، انا مش عايزه، عايزه تهربي من مواجهه النرجسي باي شكل. خلاص، وده لان النرجسي لما بتيجي تطلبي منه، فانت بتطلبي منه بشيء من التردد او بخوف، او بتطلبي منه على سبيل انه مش هينفذ لك الطلب، انت ما عندكيش القوه انك انت تحسسي النرجسي ان بالاستحقاق، انك انت من حقك انك انت تطلبي الطلب ده بيخلي النرجسي عارف انك ضعيفه قصاده، وبالتالي بيتلاعب كويس جدا بيكي، والتلاعب ده بيحسسك بضعفك اكتر، فبتحسي باحتياجك اكتر للنرجسي، وبالتالي بتقولي لا، ده انا لو سبته الدنيا هتبوظ، لا انا ما اقدرش اسيبه، انا متعلقه فعلا بيه. احنا مش بنقول لك سيبيه على ارض الواقع، خلاص، ولكن احنا بس عايزين انك انت ما تبقيش متعلقه بيه، بحيث تبقي واخده استحقاقك، وبالتالي تقدري انك انت تطلبي اللي انت عايزاه، وبالتالي النرجسي يخف سيطره عنك. خلاص، طيب من ضمن الاسباب اللي بتخليكي متعلقه بالنرجسي ان النرجسي مش مديكي اصلا فرصه انك انت تعبري فيها عن مشاعرك وعن افكارك. النرجسي مش بيديكي مساحتك في الكلام اصلا، النرجسي بيقول لك اسكتي اسكتي، ما انت فاهمه حاجه، اسكتي اسكتي يا شيخه، ده انت ناسيه كل حاجه يا شيخه، ده وبعدين ايه، بيكذب، يعني بيخلي الموضوع فيه كذب علشان يوهمك انك انت فعلا مش قادره تفتكري، يشككك في قدراتك العقليه، فبالتالي انت بتشكي في نفسك اكتر، فبتخافي لا انا الاحسن ان انا اسكت واسيبه هو بقى يتكلم، بقى هو ياخد الايه الفوكس في القعده، خلاص، وبالتالي يحس بقوته عليكي، وبرضه يسيطر عليكي اكتر ويشككك اكتر في نفسك. خلاص، النرجسي لازم تعرفي ان النرجسي انت اللي عاملاه اسد. النرجسي لو فرضتي نفسك وفرضتي افكارك وفرضتي انك انت لازم
يديكي حقك ومساحتك في التعبير عن افكارك، في التعبير عن مشاعرك، الكلام الطبيعي العادي، مش انك بتدافع عن نفسك ولا انك بتعتذري ولا الكلام ده، ولكن حقك الطبيعي في ابداء وجهة نظرك. خلاص. ولو النرجسي اصر على انك ما تتكلميش، او انك انت ما تقوليش اللي انت عايزاه، عمال يدخلك في مواضيع تانية، عمال يقطع في كلامك او كده، سيبي المكان وامشي، سيبيه لوحده. الوحده اكتر عذاب للنرجسي، فاهمه؟ اوعي تفكري ان النرجسي لما بيعاقبك بالصمت العقابي ويبقى لوحده هو كده مستمتع. لا، هو بيبقى مستمتع في نقطه واحده بس، ان الصمت العقابي بيعملهولك عشان تبقى فرصه ليه انه يخطط في التعامل مع الناس التانية. خلاص. بس دي وظيفه الصمت العقابي بالنسبه للنرجسي. غير كده فالنرجسي ما بيحبش ابدا انه يقعد لوحده ابدا، وحده قاتله بالنسبه للنرجسي. تمام. من اسباب تعلق بالنرجسي هي البدايات المبهجه، انك انت لسه مش قادره تشيلي من دماغك ان النرجسي مش مصدر للعاطفه. انت لغايه دلوقتي مش قادره تصدقي ان النرجسي مش مصدر للعاطفه. النرجسي ما عندوش مشاعر اصلا، ومش هيديكي مشاعر، ومش هيدي غيرك مشاعر، ومش هيدي نفسه مشاعر ولا تقبل ولا رضا. النرجسي عامل اقول لك ايه، بيجري 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 عشان يوصل للرضا ومش راضي. خلاص. فبالتالي لما انت بتبقي راضيه عن النرجسي او بترضي عنه في بعض حاجات، خلاص، على اساس انك انت تبقي مصدر امان، او انك انت تديله احتواء او كده، فانت بتوفري عليه الم نفسي كبير ورحله شاقه طويله. خلاص. ولكن لازم نفهم ان النرجسي مش مصدر اصلا للعاطفه، وان اللي كان بيقولهولك والهوفرنج اللي كان في بدايه الزواج وكل ده ما هو الا تمثيل، ما هو الا وسائله وادواته علشان يسيطر عليكي، وبالتالي يعرف ازاي يدمرك، يعرف ازاي يتحكم فيكي، يعرف ازاي يسيطر على دماغك ويسيطر على تفكيرك. خلاص. كل ده لو انت ادركتي كل ده وحطيتي في دماغك الاسباب دي كلها اللي احنا قلناها سابقا، خلاص، وبعدين هل يمكن ان احنا نستغنى عن الاسباب دي كلها؟ هل يمكن انك انت تستغني عن الاسباب دي كلها، تستغني عن العاطفه من النرجسي، تستغني على انك تتبادلي افكار ومشاعر اصلا مع النرجسي، ترفضي اتهامات النرجسي والذنب اللي بيحطه عليكي علشان يكهربك وعلشان يضايقك ويعطلك، وتبقي على طول انت مذنبه، وعلى طول انت ما بتفكريش غير هو متضايق مني ليه، هيصالحني امتى هنتكلم. بقت هي ده المثلث اللي انت بتفكري فيه، ما بتفكريش في حاجه غير كده. خلاص. لكن لو قدرنا ان احنا نستغنى عن الكلام ده بان احنا نحب نفسنا واحنا ما زلنا في القاع. تحبي نفسك وانت ما زلتي في القاع، يعني مش لازم عشان احب نفسي ان انا لازم اطور نفسي واثقف نفسي واخد كورسز واروح واجي واقرا كتير علشان ابدا ان انا احب نفسي. اعتقد انك انت هتكرهي اصلا انك انت تحبي نفسك لو انا قلتلك كده. خلاص. ولكن هي نفسك. خلاص. ارجعي لمشاعرك واعرفي مهاراتك وقدراتك، واعرفي ايه اللي تقدري عليه وايه اللي ما تقدريش عليه، وحطي اهداف. صدقيني اي اهداف انت هتحطيها من بعد الاستغناء عن اسباب التعلق عن النرجسي، صدقيني بنسبة 80% هتقدري انك انت تنفذي الاهداف دي وتحققيها على ارض الواقع، لانها اهداف خارجة من شخصية محترمة، انت محترمة نفسك باستغنائك عن اسباب التعلق بالنرجسي، وبالتالي هتقدري انك انت تنفذي وتحققي كل اهدافك وترتقي بنفسك، وبالتالي هيبقى شرف ليكي، وهتبقى حاجة جميلة في حقك انك انت تحققي حاجة لنفسك. من ناحية ممكن كفاية فرحتك بنفسك انك انت عملتي حاجة وانك انت تخلصتي من اسباب التعلق بالنرجسي، حتى لو انت ما سبتيش النرجسي، حتى لو انت ما انفصلتيش عن النرجسي او سبتي بيت النرجسي،
فمجرد انك انت انتصرتي على اسباب تعلقك بالنرجسي ده هيخليكي بتحترمي نفسك وحاسه باحترام شديد تجاه نفسك. بالتالي هيبقى كل اللي في دماغك انك انت ماشيه في الطريق الصح، بتطوري نفسك صح. النرجسي بيخليكي شايله دماغك، شايله تفكيرك، كل ما تيجي تتكلمي اسكتي انت، كل ما يجي تيجي تتكلمي انت ما بتفهميش، انت ما بتعرفيش، انت تفهمي منين كده. فبالتالي النرجسي كان مدي اجازه لمخك ولعقلك، وآن الاوان انك انت تعيدي تفكير في نفسك من اول وجديد، وانك انت تسيطري على مشاعرك وتعرفي مين اللي معاكي ومين اللي ضدك. خلاص في حاجه اسمها ان شاء الله لسه يعني مقاله كنت لسه هكتبها اسمها المسميات المضلله. خلاص المسميات المضلله هم باختصار شديد هم الاشخاص اللي في حياتنا، ولكن بالمسميات احنا بنضل الطريق في تعاملنا معاهم، بنضل الطريق في فهمنا ليهم. خلاص بيبقى في اشخاص توكسيك سامين بيبقوا في طريقنا، وبالتالي احنا بنتعامل معاهم بسبب المسميات المضللة. ما بنقدرش ان احنا ندرك قيمة نفسنا ولا بندرك احترامنا لنفسنا الا لو تخلصنا من هؤلاء الاشخاص. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.